اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. النهارده هعمل لكم كنافه بالمانجا، ومقاديرها ده ربع كنافه، 3 مكعبات زبده. المانجا دي انا كانت في الفريزر ومجففاها. نص كوبايه سكر بودره، نص تاني للكريمه. ودلوقتي هنحط الكريمه في بوله، ونحط عليها نص كوبايه السكر البودره، وهنجيب مضرب كده كهربا او مضرب يدوي عادي المتوفر عندنا، وهنضربه كده على سرعة متوسطة الأول. هنفضل كده نستمر في خفق الكريمة لغاية ما تتقل معانا. بص، ابتدت معانا كده ان هي تتقل شوية عن الأول. شفت عملت فوم بقت قوامها يعني كويس كده بالنسبة لنا. ودلوقتي حطينا الكنافة على النار وحطينا 3 معالق زبدة. هنفضل نستمر في التقليب لغاية ما يبقى لونها ذهبي بالطريقة دي كده. دلوقتي هنجيب بولات هنحط فيها كده الكنافة بالطريقة دي. نحط اول رق كنافة، هنحط في كل البولات بالطريقة دي كده. انتوا لسه ما اشتركتوش في القناة، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس واعملوا لايك وشير عشان يوصلكوا كل جديد. ودلوقتي هنحط الكريمة. طبعا احنا خرجتها من التلاجة فالجو حر، طبعا ساحت تاني، الجو حر اصلا جدا. هنحط كده رق كريمة كده كده، كمان هنحطها تاني في التلاجة، فالكريمة كل ده هتتجمد كده وهيبقى قوامها كويس. هنحط كده رق المانجا دي طبعا انا كنت مفرزاها في الفريزر، حطها في اكياس. انا كنت عاملاها اصلا مكعبات، بس هي طبعا لما خرجتها من الفريزر ساحت. بس بصوا كده معايا هتلاقوا برضو ايه مكعبات كده صغيرة. بصوا كده، هي طبعا جميلة جدا، بس بيبقى احسن كمان في الوصفة دي لما بيكون مكعبات كده من غير ما ان هي تكون ايه سايحة كده، وبتبقى يعني شبه ان هي عاملة زي العصير شوية. بس بقى الموجود عندنا يعني، لان انا الصراحه ما اشتريتش يعني ما جبتش مانجا ولا كده. انا قلت اخش اعمل بالموجود وكده ونوفر على قد ما نقدر. دلوقتي حطينا كده رق كنافه كمان، نحط كمان رق مانجا من على الوش. هتحط بقى في التلاجة كده ساعة، هتتجمد كده مع بعض كده وتسقع وتبقى رطبة كده وجميلة، وتاكلوها بالهنا والشفا. وبالهنا والشفا على قلبكم. ايه رأيكم بقى في الجمال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.